في لعيبة بتحتاج سنين عشان تدخل قلوب الناس، وفي لاعب عاشت 220 سنة بس لكن ساب حكاية أكبر من عمره. دي مش حكاية لاعب مات صغير، دي حكاية موهبة كانت لسه بتبدأ تكتب التاريخ. في الأول من أكتوبر سنة 1983 اتولد محمد عبد الوهاب في سنورس بمحافظة الفيوم. ولد هادي بسيط قريب من الناس، لكن رجله الشمال كانت بتحكي كلام تاني. بدأ لعب الكورة في سن صغير وهو عنده حوالي 14 سنة في مركز شباب سنورس، ومن هناك بدأت أول خطوة في رحلة قصيرة لكنها كانت تقيلة جدا. من مركز شباب سنورس انتقل عبد الوهاب لنادي الألمونيوم، وهناك موهبته بدأت تلفت النظر. مش بس لاعب سريع على الخط، لا، كان ظهير أيسر عنده عرضيات، تسديدات، جرأة وشخصية لاعب أكبر من سنه. والدليل وهو لسه لاعب في الألمونيوم انضم لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة حسن شحاتة، وفي 2003 ساهم في تتويج منتخب الشباب بكأس أفريقيا تحت 20 سنة في بوركينا فاسو، وسجل كمان في نصف النهائي أمام مالي. بعدها شارك في كأس العالم للشباب 2003 في الإمارات، وهنا العيون بدأت تفتح عليه بجد. لاعب جاي من الفيوم، من سنورس، من الألمونيوم، وفجأة بيلعب قدام العالم. بعد البطولة تعاقد معاه نادي الظفرة الإماراتي، لكن الحكاية موقفتش هناك. الظفرة أعاره لإنبي، وبعدها بدأت القصة اللي هتغير حياته كلها، قصة الأهلي. محمد عبد الوهاب ما كانش مجرد لاعب صغير بيتنقل بين الأندية، كان مشروع نجم كبير. كل خطوة كان بياخدها كانت بتقربه من المكان اللي هيبقى بيته، ومن الجمهور اللي عمره ما هينساه. لكن قبل ما يدخل الأهلي كان لازم يعدي من باب القدر. استنوا الحلقة الجاية عشان نعرف ازاي وصل محمد عبد الوهاب للأهلي، وللصفقة دي كان وراها كابتن محمود الخطيب بنفسه. في صفقات بتتعمل عادي، وفي صفقات النادي نفسه يحارب عشانها. محمد عبد الوهاب ما كانش مجرد لاعب الأهلي عايزه، كان لاعب حسس الناس ان الجبهة الشمال أخيرا لقت صاحبها. بعد ظهوره القوي مع منتخب الشباب في كأس العالم 2003 بدأت الأندية تراقب عبد الوهاب، وكان القرار المفاجئ وقتها الاحتراف في الإمارات مع نادي الظفرة. ناس كتير استغربت، لاعب صغير وموهوب بالشكل ده ليه يبعد بدري؟ لكن الرحلة دي كانت مجرد محطة، لأن الظفرة قرر يعيروا لنادي إنبي في الدوري المصري، وهنا بدأت مصر كلها تاخد بالها منه. في إنبي عبد الوهاب ظهر بشكل مختلف، ظهير أيسر سريع عنده شخصية، وعنده رجل شمال ممكن تقلب أي مباراة. العرضيات دقيقة والتسديدات صاروخية، والأهم الجرأة، ما كانش بيخاف. وفي الوقت ده الأهلي كان بيدور على تدعيم قوي للجبهة الشمال، ومانويل جوزيه شاف إن اللاعب ده عنده حاجة مختلفة، لدرجة إن الكابتن محمود الخطيب بنفسه سافر الإمارات سنة 2004 عشان ينهي الصفقة مع نادي الظفرة. الأهلي نجح فعلا في ضمه على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وكان في بند مهم جدا إن الأهلي يبقى له أولوية شراء اللاعب بعد نهاية الإعارة. الجمهور كان متحمس، لكن البداية ما كانتش سهلة خالص، لأن مركزه كان فيه واحد من أقوى المحترفين في أفريقيا وقتها، الأنجولي جيلبرتو. عبد الوهاب قعد كتير على الدكة، دقايق قليلة، فرص قليلة، لكن محدش كان يعرف إن لحظة انفجاره الحقيقي قربت جدا. في الكورة أحيانا فرصة واحدة بتغير حياة لاعب كاملة، إصابة، تبديل، لقطة واحدة بس. وده بالظبط اللي حصل لمحمد عبد الوهاب في أهم ليلة أفريقية للأهلي. الحلقة الجاية نهائي أفريقيا 2005، الليلة اللي نزل فيها بديل وخرج منها بطلا في عيون جماهير الأهلي كلها. 90 دقيقة كانت كفاية تغير مستقبل لاعب كامل. محمد عبد الوهاب دخل نهائي أفريقيا 2005 وهو مجرد بديل، وخرج منه واحد من أهم لعيبة الأهلي. 19 من نوفمبر عام 2005 استاد القاهرة ممتلئ عن آخره. الأهلي بيواجه النجم الساحلي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المباراة الأكبر وقتها. ومانويل جوزيه بدأ المباراة بجيلبرتو كالعادة في الجبهة الشمال، لكن بعد دقائق قليلة صدمة حصلت. جيلبرتو اتصاب وما قدرش يكمل.
والأهلي اضطر يدفع بلاعب لسه ما أخدش فرصته كاملة، محمد عبد الوهاب. أي لاعب صغير كان ممكن يتوتر، أي لاعب كان ممكن يخاف من ضغط النهائي والجماهير، لكن عبد الوهاب دخل كأنه بيلعب المباراة دي من سنين. ثقة، سرعة، جرأة، وكأن اللحظة دي كانت مستنياه. بدأ يطلع وينزل على الخط طول المباراة، كل لمسة كانت بتقول أنا مكاني هنا، ولحد اللحظة اللي غيرت كل حاجة. عبد الوهاب استلم الكرة على الطرف الشمال، رفع راسه وبعت عرضية مثالية داخل منطقة الجزاء. أسامة حسني قابلها بهدف رائع، واستاد القاهرة انفجر. في لحظة واحدة اللاعب اللي كان على الدكة بقى بطل الليلة، والجمهور بدأ يحفظ اسمه عن ظهر قلب. خلت استاد القاهرة الأهلي يهتز كسب بالكامل. البطولة 3-0 ورجع بطل أفريقيا بعد غياب سنين طويلة. لكن بالنسبة لمحمد عبد الوهاب دي ما كانتش مجرد بطولة، دي كانت شهادة ميلاده الحقيقية داخل الأهلي. من بعدها بقى عنصر أساسي، وجبهة الشمال بقت باسمه. لكن اللي جاي كان أكبر بكتير من مجرد التألق مع الأهلي، لأن مصر كلها كانت داخلة على حلم جديد، كأس أفريقيا 2006. الحلقة الجاية محمد عبد الوهاب بقميص منتخب مصر، وضربة جزاء خلت استاد القاهرة يهتز بالكامل. تخيل تبقى عندك 22 سنة بس، وتقف قدام عشرات الآلاف في استاد القاهرة في نهائي أفريقيا، وتروح تسدد ركلة جزاء بكل الثقة دي. محمد عبد الوهاب ما كانش مجرد لاعب صغير في المنتخب، كان واحد من أبطال الحلم. سنة 2006 مصر كانت بتنظم كأس الأفريقية على أرضها، والضغط كان ضخم جدا. الجمهور عايز البطولة بأي طريقة بعد سنين غياب، وحسن شحاتة بدأ يبني منتخب عنده روح مختلفة. وسط النجوم الكبار ظهر اسم محمد عبد الوهاب، الولد اللي قبلها بشهور قليلة بس كان لسه بيثبت نفسه مع الأهلي. عبد الوهاب لعب البطولة بثقة كبيرة. على الطرف الشمال كان مصدر خطورة مستمر، عرضيات، تسديدات، تحركات بدون خوف، وكان واضح إن عنده شخصية لاعب بطولات. كل مباراة الجمهور كان يتعلق بيه أكتر، مش بس بسبب مستواه، لكن بسبب روحه، الهدوء، الاحترام، الالتزام. كأن الراجل أكبر من سنه بسنين. ووصلت مصر للنهائي أمام كوت ديفوار، مباراة عصبية صعبة، 120 دقيقة كاملة من التوتر، لحد ما كل حاجة اتحسمت بركلات الترجيح. اللاعبين بيتقدموا واحد وراء التاني، والضغط ممكن يكسر أي حد، لكن عبد الوهاب تقدم وسدد ركلته بثبات كبير، والجمهور انفجر فرحة. وفي النهاية مصر بطلة أفريقيا. محمد عبد الوهاب خرج من البطولة دي نجم كبير، بطل أفريقيا مع الأهلي، وبطل أفريقيا مع منتخب مصر، وكل ده قبل ما يتم 23 سنة. لكن وسط الفرحة والنجاح كانت في أزمة بتتكون بعيد عن الملعب، أزمة ممكن تغير مستقبله كله. الزفرة الإماراتي عايز اللاعب يرجع، والأهلي يريد الاحتفاظ بيه. أما عبد الوهاب فكان عنده قرار واضح جدا. الحلقة الجاية الكلمة اللي قالها محمد عبد الوهاب وخدت مكانها في تاريخ الأهلي للأبد: عمري ما هخالف وعد. في زمن الكورة الفلوس أحيانا بتغير كل حاجة، لكن محمد عبد الوهاب اختار طريق تاني، طريق خلى جماهير الأهلي تعتبر واحد منهم للأبد. بعد نهاية موسم 2005 إلى 2006 إعارة محمد عبد الوهاب مع الأهلي انتهت رسميا، ونادي الزفرة الإماراتي بدأ يطلب عودة اللاعب. الموضوع ما كانش سهل، لأن الأهلي كان عايز يشتريه نهائي، والجمهور تعلق بيه جدا. لكن المفاوضات دخلت في أزمة قانونية معقدة. وسط الكلام عن العقود والعروض، عبد الوهاب كان موقفه واضح جدا:
هو عايز يكمل في الأهلي، مش بس عشان البطولات، لكن لأنه حس إن النادي ده بقى بيته الحقيقي. وفي وسط الأزمة خرجت منه الجملة اللي جمهور الأهلي عمره ما نسيها: وعدت النادي الأهلي إني أبقى موجود، عمري ما هخلف وعدي. الجملة دي كانت أكبر من تصريح، كانت عهد. ناس كتير وقتها قالت إن اللاعب ممكن يختار عقود أكبر أو يرجع الإمارات، لكن عبد الوهاب تمسك بالبقاء، وكان دايما يقول: الأهلي بيتي. الجمهور شاف فيه صورة اللاعب اللي بيلعب بالقلب قبل القدم، مش نجم بيدور على مصلحة، لكن إنسان عنده وفاء وانتماء حقيقي. الغريب إن الفترة دي نفسها الناس بدأت تلاحظ إن عبد الوهاب بقى أكثر هدوءا، أقرب لأصحابه وأقرب لأهله، وكأنه كان حاسس بحاجة محدش فاهمها. قبل وفاته بيوم واحد كتب ورقة صغيرة في غرفته قال فيها: لا تبكي علي إذا مت، فالموت حق، ولكن تذكرني بالدعاء. ولا حد كان يتخيل إن دي كانت آخر رسالة. الحلقة الجاية آخر ساعات في حياة محمد عبد الوهاب، المران اللي بدأ عادي جدا وانتهى بواحدة من أصعب اللحظات في تاريخ الكرة المصرية. محمد عبد الوهاب كان مع زملائه في مدينة نصر، كانوا بيسجلوا أغنية خاصة باعتزال سيد عبد الحفيظ. ضحك، هزار، روح طبيعية جدا. سيد عبد الحفيظ قال بعد سنين: فضلنا سوا لحد حوالي 3 الفجر، وكان طبيعي جدا، ولا حد فيهم كان يعرف إن دي آخر مرة يشوفوه فيها. الصبح اللاعبين نزلوا مرانهم في التاتش بشكل عادي. عبد الوهاب كان بيعمل الإطالات مع زملائه. وائل رياض شيتوس قال إنه كان واقف يسند عليه قبل بداية التقسيمة بلحظات، وفجأة عبد الوهاب مرر الكرة لزميله، حط إيده على رأسه ووقع على الأرض. في الأول الكل افتكرها دوخة بسيطة، لكن ثواني والملعب كله اتقلب. حسام البدري جري عليه، اللاعبين اتصدموا وتم نقله بسرعة للمستشفى في عربية وائل رياض. البدري قال بعد كده إنه كان بينادي عليه طول الطريق، لكن عبد الوهاب ما كانش بيرد. وقبل ما يوصلوا المستشفى كان قلب محمد عبد الوهاب توقف تماما. 22 سنة بس، واحد من أكتر اللاعبين حبا للحياة رحل فجأة. الخبر نزل على مصر كلها كالصاعقة. جماهير الأهلي، الزمالك، وكل الوسط الرياضي دخل في حالة صدمة. محمد أبو تريكة انهار من البكاء، ومشهد تقبيله للشارة السوداء بعد وفاة صديقه بقى واحد من أكثر المشاهد وجعا في تاريخ الكرة المصرية. مانويل جوزيه قال إن الخبر كان قنبلة في عقله، والجنازة في سنورس تحولت لمشهد مهيب. آلاف الناس جاية تودع لاعب عمره ما زعل حد. محمد عبد الوهاب رحل صغير، لكن الغريب إن ناس كتير عاشت عمر طويل وما سابتش الأثر اللي سابه هو. الأهلي فضل يكرمه سنين، والجمهور لحد النهاردة كل 31 من أغسطس يكتب نفس الجملة: عبد الوهاب لن ننساك. لأن بعض اللاعبين بيكسبوا بطولات، لكن قليل جدا اللي بيكسبوا الخلود.